اهلا بكم اعزائي المشاهدين. يسعدنا ان نلتقي مع الدكتور هشام سعودي نقيب المهندسين بالاسكندريه. النهارده استضاف طبعا هذا المؤتمر من نقابه المياه الرياضيه بالتعاون مع جامعه اسكندريه عن التوظيف الرياضي، واكيد راي مهم جدا لنقيب مهندسي الاسكندريه الدكتور هشام سعودي. اهلا بك يا دكتور هشام. اهلا بيك. نتكلم عن راي حضرتك في هذا الملتقى اليوم للتوظيف الرياضي والمنظم من قبل نقابه المياه الرياضيه هنا عن حضرتك في نقابه المهندسين الاسكندريه. هو طبعا بالتاكيد احنا بنرحب الاول بنقابه المهن، بنرحب بنقابه المهن الرياضيه في لقائهم اليوم لمؤتمرهم للتوظيف الرياضي في نقابه توظيف اسكندريه. واحنا بالنسبه لنا كنقابه مهندسين عامه يعني ان موضوع الشراكات في الامور المرتبطه بتعظيم مستوى العمل بالنسبه للشباب والفرص وكذا، احنا دايما الشراكه دي بالنسبه لنا مهمه جدا طبعا. فبالتاكيد لما بيبقى ما بين نقابه المهندسين والمهن الرياضيه وغيرها من النقابات الاخرى شراكات في امور بتهم المجتمع وبتهم الاجيال الجديده والشباب وكذا في الفرص، بالتاكيد ان احنا لازم نكون مشاركين ومتعاونين مع نقابه المهن الرياضيه. الشباب دول يعني زي ما نقول ان هم يعني بوتقه العمل في مصر كلها، ومصر غنيه بيهم. والرياضه بوجه عام موضوع طبعا حيوي الاهتمام بيه، وحتى اهتمام القياده السياسيه بالرياضه وكذا. الموضوع له ابعاد اكثر من ان هو يبقى مؤتمر، لكن هو التوعيه والاجتماع على اهداف تخص الرياضه واهدافها وتحسين شانها والفرص العمل اللي بتبقى متاحه سواء على مستوى المجموعات او مستوى العمل الفردي، البزنس الخاص او العمل الخاص اللي كل واحد يقدر ان هو من الرياضه دي يقدر يعمل عمله الخاص. الامور بالتاكيد يعني تفتح افاق كبيره مش للمهندسين، لكل المصريين اللي هم يتعاملوا معاها، لان الرياضه دي متاحه لكل الفئات المجتمعيه وكل المهن يقدروا يعملوا في الرياضه يعني. دكتور هشام سعودي نقيب المهندسين بالاسكندريه، يعني كل الشكر باحتضانك هذا المؤتمر للتوظيف الرياضي لنقابه المياه الرياضيه والمساهمه في تفعيل شباب الرياضه كمان ومحققة لهم وادراك فرص عمل لهم في مرحله مستقبليه قادمه. ان شاء الله ربنا كل يوفقك. شكرا. ان شاء الله. شكرا لك. شكرا.